لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هاني رجعت لكم في هذا الفيديو الجميل الرائع الخفيف الظريف. فيديو تاع نهار العيد، أول أيام العيد، عيد الأضحى المبارك. هنايا قلت نشارك معاكم واش لبست. كنت لبست هذه الجبة ودرت الفولارة هذه المصرية، وهنايا حكمت الطريق إلى الكراج. غير لحقت لقيتهم قصوا لي البوزلوف، بديت هنا نشوط فيه، شوطته هنايا البنات على الطابونة، كملته وبديت في الدوارة نقي فيها أنا وبنتي هنا بمساعدة بنتي كنت نوري لها كيفاش تخدم باش نهار تروح لدارها بربي إن شاء الله تكون عارفة حويجاتها، عارفة خدمتها. المناظر يا البنات هذه المناظر على كل البيوت الجزائرية والإسلامية. نقوا كما على بالكم الدوارة وهذيك التحرحيرة تاع نهار العيد راهي تفوت على كامل البيوت الجزائرية. غير كثروا الماء بركي البنات، الماء هو اللي ينظف، والماء اللي ينحي علينا ذيك الهنا. والله البنات قبل اللي ما عندهمش الماء والله ربي يكون معاهم. لازم نوفروا المياه لأن هذا اليوم يحتاج الماء بزاف. ربي إن شاء الله يطرح البركة ويرزقنا من الماء ما لا نهاية. هنايا البنات راكم تشوفوا كيما راني قاعدة نقي في هذا المصارن، كيما على بالكم نغسلوهم ونقلبوهم مليح. والله يا البنات ظلينا في واحد اليوم تعب كامل. حتى عشا الأقدام تاعنا يوجعوا فينا، كان يوم طويل ومتعب. كيما على بالكم يا البنات هنا راني نوري لبنتي كيفاش تقلب المصران. هاكم تشوفوا نحكموا هذا الأعواد هذه اللي نشريوها، على بالكم راهي متوفرة، ونقلبوا المصران بهذه الطريقة. هكذا كي تقلبيه تبقى لك هذه من الكمية هذه، تحكميه منها وتجبدي هكذا يخرج لك المصران يتقلب. كنت نعلم في بنتي وقلت لها شارك مع خواتاتي كما على بالكم، لازم نشارك معاكم كل حاجة نديرها، نشاركها معاكم ونقول لها علاه كش ما حد يكون كاش بنات صغارات يستفادوا. البنات هذا ان شاء الله نكون هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم ان شاء الله، برك ما نكونش طولت عليكم. والله يا البنات شكون اللي كيما كي يفوت الاعياد والمناسبات تحكمني هذيك المرضى وتحكمني هذاك العيا والتعب، الله المستعان. وهذا مكان انا كملت هذاك الشواء وكملت حنايا البنات عاداتنا نديروا الغداء. درنا الغداء، قلت انا ماشي نكملوا برك منا ونتغداو ونعاودوا نزيدوا نكملوا هذيك الخدمة تاع العيد كما على بالكم. كملنا وتغدينا والحمد لله كما راكم تشوفوا. هنا راه كان غداءنا، هذا كان غدانا وكملنا ورحنا قيلنا شوية، ريحنا صلينا الظهر ورقيقنا، وكي نضنا العشية جينا كملنا هذيك الحصبان وقصينا اللحم درناه في لي ساشي هذو. هنايا هكذا البنات قلت نشارك معاكم هذا اللحم كما على بالكم تقسموه قطع هكذا شوية متوسطة
وباش تحطوه في الثلاجة، لأنه كي يتحط في الثلاجة قبل ما يعني كي ديروا كمية كبيرة وتجبدوه وتعاودوا تقصوه، يقولك ماشي صحي. يعني الأحسن إنك كي تجبدي اللحم تاعك ما تعاوديش ترجعيه، فوتو يذوب خلاص، تستهلكيه. من الأحسن تستهلكيه، لأنه تتكون فيه البكتيريا. هكذا سمعنا وإحنا نتبعو، إن شاء الله ربي يعطينا الصحة. وهذا مكان راني نوري لكم في اللحم. قلت اللحم أنا اللي يعني كي نسمع بواحد ما ضحاوش نبعثوا لهم، واللي قعدها ويقعد في الدار، هذا هذا اللي هذا تقدر يعني تقسميه هكذا وديري هذا للطعام، وهذا تستعمليه للشواء. هذا اللي نقولوا احنا الهبرة، تستعمليها في الشواء. ولا يعني حبيتي تزوري الأقارب وتهدي معاه، تتهادوا هكذا ما بيناتكم قطع من اللحم، ولا ديروا الشواء مع بعض. والله كيما على بالكم هذيك العادات هاي باينة، بصح وشي هو لازم ديروه قطع صغيرة. الأحسن نستعملوا قطع صغيرة، كي نجبدوها نستهلكوها فرد مرة هكا. ولا تحبي ديري ترحيه، ديري به الزيتون، ديري به هكا طواجن، ديري به كي تجبديه تفوتيه وتجبديها. ما نبقاوش كل مرة نجبدو ونقصو هكذاك، راح نعجزو باش نستخدموه في الوصفات تاعنا. ان شاء الله يا البنات اللي وصلت معنا من هذا الوقت من الفيديو، ما تنسوناش بالجيم والاشتراك في القناة والتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ومع السلامة بحوله تعالى وقدرته. باي باي.